ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ اول حاجه عايزاكم تتعودوا على شكلي بالنضاره، وقولوا لي ايه رايكم فيها، وقولوا لي واو ايه التحفه دي. ما علينا، يلا بينا نبدا الفيديو. النهارده الفيديو هيكون مختلف شويه. انا كاتبه لك شويه حاجات كتير قوي هيساعدوك كتير قوي في الفتره الجايه. فاضل على امتحاناتك لو الفيديو نزل النهارده 34 يوم. ال 34 يوم دول عايزين مننا شغل. فانت دلوقتي في بدايه الفيديو كده قبل ما نبدا ما تنساش ان انت تصلي على النبي، وتعالى لي بقى كده عشان احنا ورانا اهم ما يتلم دلوقتي. انك حاسس، ثواني نظبط الاضاءه كده، حاساها كده احلى. المهم، انا عارفه دلوقتي ان انت حاسس ان المنهج ده جبل فوق دماغك، وان انت عيل فاشل، وان كل الفرص اللي ربنا عطاها لك انت ضيعتها، وان خلاص بقى اللي ذاكر ذاكر وفاضل 34 يوم بس، وانا مش عارفه اعمل ايه، وانا ضايع، واستحاله ربنا يكرمني ولا يساويني باللي بدأ من اول السنه. ولكن آه في الفيديو ده انا هجيب لك خلاصة حاجات كتيرة، وهقول لك على شوية ستيب هنمشي عليها يخلوك تلم نفسك. يعني انت عيل فاشل، وكلنا خلاص عرفنا ان انت عيل فاشل. عملنا لك بدل الفرصة اتنين وتلاتة واربعة وانت ضيعتهم. اصل الفيديو ده لو انت منتظر مني اي تحفيز، انسى انسى. قبل الفيديو ده هتلاقيني عامله لك فيديو اللي هو تحدي 14 ساعة، ازاي هتلم معاك في 14 ساعة. آه في ناس كتيرة او مش ناس كتيرة بقى، خلينا يعني واقعيين. الجروب بتاع الواتس عليه 350، والقناة بتاعت التليجرام داخلة على 500. هنا ما عداش قناة التليجرام ما تخطاش ال 15 المشاركين معايا في التحدي، والجروب 5 اللي مشاركين معايا في التحدي. يعني يا فرحة أهاليكوا بيكوا. أنا مش عاملة التحدي لنفسي، أنا سنة وهتخرج تمام. فأنت عايز تشارك وتلم نفسك وتذاكر، انا مقدمه لك كل حاجه تخليك تذاكر وتلم اللي عليك. هتقول لي اصل انا مش هلحق، هقول لك عيل ازهر السنه، هو اكبر مني في الدفعه، يعني هو حاليا في رابعه طب بشري. هذا الكائن انا لسه على تواصل معاه، مع كامل احترامي ليه طبعا، ما قصدش كائن دي اساءه، ولكن الشخص ده خلص الفيزياء كلها في اسبوع شرح وحل. فهو ازيد منك في ايه وهو ازهر؟ يعني اصعب منك يا ثانوي عام. تمام. فانت عايز ايه؟ انت قدامك كل حاجه تخليك تلم نفسك وتذاكر. انت اللي مش عايز تذاكر. كفايه بقى جلد ذات، وكفايه تحفيز، وكفايه قرف على دماغك، كفايه كل الكلام ده. نتكلم حبه جد. انا في الكشكول ده خد بالك شويه ستيبس حوالي آه اربعه. تمام. هم اربعه هتمشي عليهم، هتجيب مجموع ايا كان المجموع اللي انت نفسك فيه. هتشغل دماغك وتقول اصل وفصل وربنا مش هيساوي، واللي ذاكر ذاكر واللي حصل حصل واللي جرى جرى. هقول لك اقفل الفيديو وكبر دماغك مني، ما توجعليش دماغي. انا مش جايه احل لك مشاكلك، انا جايه اقول لك واحد زائد واحد هيساوي اتنين، هتعمل كذا زائد كذا هتجيب كذا. انما انت ما بتعملش وطالب مجموع. طب انت عايز ايه؟ هو طمع وخلاص. انت حد فاشل مش بيذاكر، عايش دور الضحيه. اصل انا فقدت الشغف، اصل انا عملت، اصل انا مخنوق، اصل انا زهقان، اصل انا طهقان، اصل اللي ذاكر ذاكر، اصل هلحق في 34 يوم، اصل مش هتلحق. انت متخيل لو ذاكرت كل يوم 14 ساعه مش هتلحق؟ احسبها بعدد الساعات مش بعدد المحاضرات، بلاش غباء. شغل دماغك، اشتغلوها بذكاء مش بجهد. انتوا عايزين بالنسبه لكم اللي هيجيب مجموع ده اللي بينحت في الصخر، مش اللي بيذاكر. انت لازم تبقى بتنحت في الصخر. ما انك لو استعنت بالله واشتغلت بذكاء انت هتجيب مجموع احلى من اللي بدأ من اول السنه. انا مقتنعه ان ثانويه عامه اللي بيجيب فيها مجموع اللي بينقذ ما يمكن انقاذه في اللحظات الاخيره. اللي بيبقى بدأ من اول السنه والله ما بيجيب مجموع. واسأل مجرب. واحده صاحبتي كانت بادئه من اول السنه، هي حاليا في علوم. صاحبتي دي بدأ من اول السنه دحة بقى ومذاكره مش عارفه ايه، جت في الاخر ما كانتش قادره تكمل. صاحبتي جابت 85%. وصاحبتنا التالتة اللي بدأت في الآخر، بدأت في شهر 4 بالظبط، هي حاليا في طب بشري. واللي بدأ من أول السنة في كلية علوم. تمام. يا عم أنا مش بضرب لك مثال بنفسي، أنا كلية آداب وعلى الله حكايتي. ولكن أنت بقى لسه قدامك فرصة إنك تختار كليتك. تمام. ففي الفيديو ده هقول لك على 4 خطوات أنت هتعملهم. بناء على ال4 خطوات دول أنت هتجيب مجموع. ما عملتهمش وشغلت دماغك مش هتجيب زفت مجموع على دماغك. هتقولي طب ما تلمي نفسك بقى ما تشتميش. هقول لك انت اللي جبت لنفسك بس، بكل اختصار. انت من كتر التحفيز بقيت متعود ان انت لازم يدلعوك ويطبطبوا عليك وانت ثانويه عامه ونفسيتك. لا لا،
لا انت من كتر التحفيز بقيت مرقوع متدلع بجد. فدلوقتي اول حاجه انا كاتبه لك هنا انك توقف ستوب ندم. ستوب ندم يعني انت دلوقتي الندم مش هيعمل لك اي حاجه. هتقعد بقى تفكر لي في المحاضرات اللي فاتت واللي جات واللي مش عارفه ايه وانك ضيعت وقت، مش هيعمل لك اي حاجه. شوف احسب عدد ساعات كل ماده. يعني مثلا نازل لك 8 محاضرات عربي، الثمان محاضرات توتال 20 ساعه مثلا. احسبهم لي بقى بعدد الساعات. شرح بحل، ما تقوليش شرح بس. احسب لي فيديوهات الشرح بتبقى عدد ساعاتها قد ايه وفيديوهات الحل عدد ساعاتها قد ايه، كلها كتوتال. تمام. انت هتحسب لي عدد ساعات كل ماده توتال، مثلا 20 عربي، 25 كيمياء، ايا كان التقسيمه. الحل تحل لوحدك، تحل لوحدك، تحل لوحدك. ما تشوفليش المدرس وهو بيحل. انت لو فضلت تشوف المدرس وهو بيحل، لو السما نزلت على الارض هتيجي في الامتحان تبقى زي البهيمه باصص في الورقه مش عارف تدب خط. اصلا انا بتفرج على فيديوهات الحل مش هتعمل لك حاجه. لازم تحل، لو هتحل لي 100 سؤال وتحل منهم 70 غلط و30 صح، احلى مليون مره من واحد قاعد يتفرج لي على فيديو الحل وهو اصلا مش عارف يحل ولا سؤال بايده. تمام. عندك رقم واحد هتحسب لي عدد ساعات كل ماده. هتجيب نوتة زي دي وهي صغيره، مش عايزه منك نوتة كبيره، نوتة صغيره زي دي. عدد ساعات كل ماده. طب يا نور، بعد عدد الساعات احنا عاملين تشالنج على قناه التليجرام وعلى جروب الواتساب، وان شاء الله هنزل شورتس وانا بذاكر معاكم. تمام. ولكن في التشالنج ده 14 ساعة مذاكرة كل يوم، وهتصور لي التايمر وتبعت لي اسمك ثنائي وبعمل لك بقى شهادة تقدير وشوية تحفيز وخليك زي الفل. يا عم مش عايز تشاركوا مع نفسك، شاركوا مع نفسك. تمام. في خدمة إضافية بس دي بفلوس عشان ما حدش يقول لي انتي بتسوقي لنفسك يعني. هي دي بفلوس بس انا مش بقول لك اشترك فيها، انا بقول لك لو انت حد مش ملتزم ولازم حد يبقى فوق دماغك. تمام. دلوقتي عندك عدد ساعات كل مادة هتكتبهم في النوت. معاك 14 ساعة كل يوم، قلنا لك 10 ساعات منهم نومك والصلاة والأكل. ال 14 ساعة دول يبقوا صافي مذاكرة. هتقول لي طب ازاي؟ نفتح لك كده ثواني التابلت اهو. انا تابلتي القديم ماشي. فانت كلكم هقارين التابات، فحمل اي ابلكيشن ساعة. انا مش هحملها هنا ابلكيشن ساعة، وعندي ابلكيشن الساعة العادي. تمام. اهو مش عارفة باينة اهو باينة. بتظبط 50 دقيقة. تمام. و10 دقايق بريك، ده على المؤقت. ساعة الإيقاف بتفضل سايبها لي شغالة طول فترة المذاكرة. أهي ساعة الإيقاف بتدوس تحت. تمام. بتفضل سايبها لي شغالة طول فترة المذاكرة. وقفت مذاكرة، تختار كلمة الدورة. هتلاقيها كده كلمة دورة، اللي هو أنت خلاص أنت عديت مثلا الفترة دي. تمام. هتدوس عليها وتوقفها وتقوم تعمل اللي وراك وترجع تاني. كده هتجيب لي. أنا بقى عايزة منك ساعة الإيقاف اللي هو التايمر. مش عايزة منك البتاع، قصدي عايزة منك الستوب ووتش، مش عايزة منك التايمر. عايزة منك ألاقي كده 14 ساعة صافي. تمام. عايزين شهادات تقدير انزلها لكم، ما عنديش مشكله. كل اللي انتوا عايزينه هعمله لكم، بس ذاكروا. ذاكروا. 14 ساعه مذاكره كافيين لمده. انا بقول لك احسب من امتحاناتك على انها 1/6، ما تحسبها ليش على انها 21/6، لان انت هتوقف مذاكره كل المواد قبل العربي باسبوع عشان تذاكر العربي. تمام. فانا عايزاك تحسب لي كانها 1/6، وعشان من 1/6 احنا نبدا نحل شوامل. فانت دلوقتي مطلوب منك عدد ساعات كل ماده في ورقه كده زي دي، وتبدا تقسمهم لي على 14 ساعه لغايه يوم 1/6. تمام. كل المواد، انا مش بقول لك ماده او ماده، كل المواد حتى لو كنت شاطر فيها احسب لي وقت الساعات بتاعتها وقت حل عادي. يوم 1/6 هنبدا نحل شوامل. طب يا نور ابدا احل شوامل من دلوقتي ولا لا؟ لو انت لامن بنسبه 50% فيما فوق من المنهج ابدا احل شوامل، حتى لو هتغلط كتير وحتى لو لسه في حاجات ما تعرفهاش. تمام. نعتذر اختي دخلت، ولكن المذاكره دلوقتي هتتقسم معاك في اليوم بثلاث بلوكات. ثلاث اسمها ايه، 3 طوبات احجار كبيره كل يوم. انا ما اعرفش انتوا نظام نومكم ايه، بس انا ارجح ان انت تنام بدري وتصحى لي الفجر. طب يا نور انا حاولت اظبط نومي ما اعرفش. طبق يوم واصحى تاني يوم بدري هتعرف. المهم معايا دلوقتي، ايا كان نظام يومك انت اول ما هتصحى من النوم، ايا كان انت صحيت امتى بقى، مش بقولك على ان انت صاحي الفجر، ايا كان نظام نومك انت هتقسم لي المذاكره ل3 بلوكات. اول بلوك اللي هو وانت لسه صاحي من النوم بقى فطران وشارب قهوتك، ده هيبقى ماده صعبه، فيزياء كيمياء رياضه. مادة من ال3 تتذاكر شرح وحل، وهتقسمهم من عدد الساعات بتاعنا. تمام. البلوك التاني لغة أو مادة سهلة، يعني إيه؟ يعني يا عربي يا إنجليش يا أحياء يا جيو.
ما بعتبرش الاحياء ماده علميه صعبه قد ما هي ماده علميه محتاجه حفظ اكتر من فهم. تمام. يبقى البلوك الاول فيزياء او كيمياء او رياضه، البلوك الثاني عربي او انجليزي او احياء او جيو. تمام. البلوك الثالث عندك حاجه من الاثنين، البلوك الثالث ده يا هتضيفه على وقت مذاكره من فوق او وقت مذاكره من تحت، او في حاله ان انت ازهر هتاخد فيها ماده من المواد الشرعيه، او في حاله ان انت لامم بنسبه 50% من المنهج هتضيفهم حل. يعني ايه؟ يعني البلوك الثالث هيبقى حل شوامل على ماده انت مخلص فيها نسبه كبيره. طيب اذاكر ازاي كل ماده؟ انا عامله لك مليون فيديو قبل ده، اطلع واتفرج وشوف، انا مش هقعد اعيد وازيد في نفس الكلام. وكفايه فيديوهات يوتيوب، والله انا مش بقول لك كده عشان خاطر حاجه ولا عشان خاطر حد بعينه، بس انا فتحت يوتيوب واتفرجت على كذا حد من اللي بينزلوا فيديوز في ثانويه عامه. مش بقول لك ان انا حلوه، والله مش عايز تتفرج عليا ما تتفرجش، بس انا اتفرجت كده لحد على 4 فيديوهات ورا بعض، الاربع فيديوهات ما فيهمش نصيحه، هو بيرغي في نفس الكلام في ال4 فيديوهات. تمام. لو وصلت لغايه هنا من الفيديو، اول حاجه صلي على النبي، استعين بالله، واكتب لي تحت في الكومنتات ان انت فعلا هتبدا، وانا هساعدك. هتلاقي تحت لينك القنوات والجروبات، وهتلاقي برضو تحت انه في اشتراك المتابعه لو انت عايز حد يتابعك فوق دماغك ويعمل لك جدول ويبعت لك كل 3 ساعات انت وصلت فين وعملت ايه. بس ده بمقابل مادي عشان ما حدش يرجع يقول لي انت خدمه ايه اللي بتقدميها. تمام. بس كده انا ما عنديش اي اضافات تانية اضيفها. ابدا ابدا ابدا، لسه في وقت معاك 34 يوم كاملين، اضربهم كده واحسبهم بعدد ساعات هتلاقيهم وقت طويل قوي. احسب عدد محاضراتك من عدد الساعات ده وابدا. ابدا 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 وانا معاك وفي ظهرك. بس كده، ما عنديش حاجه تانية اقولها لك. ربنا يوفقكم كلكم. ولو وصلت لغايه هنا ما تنساش برضو ان انت تصلي على النبي وتقول لي ان انت هتبدا بجد وهتاخدها عهد على نفسك لغايه يوم 1/6.